السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك للمنتخب الموريتاني بعد فوزه المستحق على منتخب الزليجات اللي ضرب في الحيط. خليكم مع ردود المغاربة والمصريين. كل شي فرحان، كل شي شامت في الكراغيلة، كل شي شامت في السوسة ديال الكرة الإفريقية، كل شي شامت في منتخب الزليجات. البكاي الشكاي اللي كيلعب دور الضحية، كل شي شامت في الجمهور اللي ما عندوش اخلاق، اللي ما كيمثلش اخلاق الاسلام والدين السميحه. وناس كانت رافضاهم افريقيا، وسبحان الله ما جاو غير في يد خوتنا الموريتانيين اللي حدودنا مفتوحه معاهم وقراوهم شنو هي كره. نخليكم مع هذا الفيديو. مبروك للمنتخب الموريتاني. قوة الضريبة خسرة قوة الضريبة. قوة الضريبة خسرة. One, two, three. One, two, three. Bye bye Algérie. One, two, three. زقلو كلشي مقوس على الجيري اليوم، كلشي باغي موريتانيا يدو. كلشي مقوس. موريتاني سجل انا موريتاني. اللهم عكس معلم. موريتانيا. راه ماشي المغرب اللي ماركات، راه غير موريتانيا الدولة الشقيقة سجلوا هدف دابا. الجماهير المغربية الآن صافي دابا محتفلين فرحانين. على الله يربط الأشقاء الموريتانيين، واخا دايرين لنا فيزا ب 500 درهم الله ياخذ لهم الحق، ولكن يستاهلوا الربح. غادي نشدو الطريق من دابا لسان بيدرو، حيت الصراحه الطريق كتعيي الا مشيتي في نفس النهار. دونك اليوم بديت كنعيق بالقوالب. غنشدو الطريق دابا باش نصبحوا في سان بيدرو مرتاحين ونتفرجوا في الماتش مرتاحين، ونزيد نبات ليله تما عاد الغد لينتي طحت على القالب ان شاء الله خويا غدا كاليفي ان شاء الله. بنادم راه ولا مقيم هنايا وكيعيط لي الوزير. هضره اخرى عنده الاقامه ايه فينا هو صابر اللي كنت كنعرف كان كيقول رانا وصلت. عندنا وصلنا للمحطه. لاحظت واحد الحاجه بزاف هنايا في كوت ديفوار، العيال كيخدموا بزاف. جاني واقيلا بحال العيال كيخدموا اكثر من الرجال. يمكنش المراه عندهم هنايا فيها راجل والله. اجي لاكار ديالو، حنا وصلنا لاكار ديالو صح. رشيد شد تليفونك، رشيد شد تليفونك. شو نضرب يعني شكون يخلص وشو العوني ما يتضارب
العوني خلص نوض دير راسك زعما تتانو مازال ما شبعت. انا براسي ولا لا خلوني نخلص ويهديكم الله. عطيني ميساج عطيني ميساج. المهم خذنا الف مبروك، هانئا الانتصار ديال موريتانيا، هانئا الفرحه الجماعيه ديال المغاربه كاملين من طنجه الى القويره. خوتنا في وجده، خوتنا في احفير، خوتنا في السعيديه، الله يحسن عوانكم الليله. اللي بكى والشكا، اللي عنده شي كلينيكس، عنده شي حاجه بغى يتصدق بها على الاخوان ديالنا في الحدود، سيروا دابا الحدود. اللي عنده شي حاجه اليوم غادي يكون واحد، يعني غادي تكون واحد الازمه كبيره جدا في الكلينيكس، في لي بابي ديال طواليت، في اي حاجه كتمسح الدموع. شوف، ولكن صبروا، خير صبروا. الا كاين شي غوات سمعتوا شي صداع تما اللي بكى الشكا، صبروا، الدنيا هانيه. اليوم الخوت والله القسم الا فرحان. عشت تيلات 100 دقيقه، ياك 101 دقيقه على الاعصاب ديالي، كاننا انتصرنا في هذه. انا شوف، انا كنهضر على راسي صافي. ديت كاس افريقيا، بارك عليا. شوف وليد الكراكي، خذ راحتك اليوم، خذوا راحتكم. مع انني كنت اتمنى ان التقي بالجزائر في احد الادوار، لانه منتخب ضعيف جدا. بالماضي باي باي، رياض محرز باي باي. عجبني بزاف يوسف بليلي فاش طاح على كرشو تما وكيتسنى شي بيلانتي. برافو يوسف بليلي، الله يخليك ديما هكذاك. عجبني واحد من الجمهور كذلك لقى واحد الصديق ديالو من الكوتيفوار، ربما ربح يعني معنق واحد من الكوتيفوار. برافو، مزيان، نكملوا، الله يسخر لكم مزيان. مع ان المنتخب الموريتاني اليوم تعرض لمجزرة تحكيمية خطيرة جدا. اي لاعب غير كتقيسوه كيكون غير شي تماس بسيط كيطيح داك اللاعب وكيسيف لي الحكم كفره. بيلانتي واضح وضوح العيان للمنتخب الموريتاني. الجزائريين ولاو كيقلبوا على التعديل غير بالفار، كل شويه يديروا الحكم هكا واك واش هذيك بغداد بونجاح سقطه. ولكن عجبني بزاف المدرب ديال المنتخب موريتانيا، مدرب خطير جدا. قرا ليك وفرتك ليك المنتخب الجزائري، لقاؤهم بانهم ضعاف على مستوى الدفاع. في 10 دقائق او 20 دقيقه الاخيره نورمالمون خاص موريتانيا تمشي الكاري ديالها الدفع على الهدف، الدفع على النتيجه. ولكن كنشوفوا بمجرد الدفاع ما كيشد الكره كيمشيو لي 3 ولا 4 اللعابه من الموريتانيين وكيشدوا الكره، لانه قرا الضعف. منتخب ضعيف جدا. كما تقسيتوا في 2021 ياك 2021 وجيتوا في المرتبه الاخيره، دابا هانتوما في المرتبه الاخيره. فينا يشوكر افريقيا. شوف، خذوا راحتكم. انا اليوم بغيت نتصنت للبلاطوات ديالكم كاملين. قولوا القجع، شوف غير قولوا القجع الدنيا هانيه. قول القجع، المؤامره ياك، القجع هو اللي دار لكم هادشي، هو المؤامره. مزيان، القجع اسيدي، المخزن اسيدي،
الحكم الصومالي لقيتوه كيعطي واحد قاسامه وكا ودي. شكون اللي ذكر قاسامه؟ كاين واحد قاسامه في الماتش، كاين واحد قاسامه ياك سمعتوا قاسامه ياك؟ كتسمعوا بزاف قاسامه. دابا غادي نشوفوا صوفيا باللامان غتمشي لموريتانيا حتى هي غتقلب على داك قاسامه، غتقول ليه اعطينا كيفاش ما كيفاش. الحكم الصومالي مع انه كان متحيزا جدا للمنتخب الجزائري، فغادي نسمعوا الكولسه والعوسسه والجوسسه والقوجعه، وخليكم لنا مع النخسسه. هنيئا للمنتخب ديال المرابطون، المنتخب اللي كنعتبروه الدوله التي نعتبرها امتدادا لنا، وهما المغرب امتداد لكم. نحن شعب واحد، نحن شعب المور اللي ما كيعرفش بزيان الخوت، فنحن وموريتانيا نعتبر سميتنا التاريخيه شعب المور، ومنها اشتقت كلمه موريتانيا وموروكو، يعني المورو، شعب المورو، يعني شعب واحد نحن وموريتانيا بحكم الدين والجغرافيا. وكذلك الفرحة اليوم كبيرة جدا في موريتانيا، وفرحة كذلك اليوم كبيرة في المغرب. هنيئا للمغاربة، هنيئا للموريتانيين، وخلصنا الله من الجزائر. وأنا مشتاق جدا لأسمع بكاءكم وتأوهكم وإعلامكم غدا إن شاء الله على وسائل التواصل ديالكم، وقولوا القجع 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 القجع. شوف كثروا من القجع، كثروا من المقادير ديال القجع، كثروا كثروا مزيان القجع والكولسه. تحياتي. الناس النهارده يا جدعان مصدومه، الناس النهارده مصدومه حرفيا، وخصوصا هم كانوا مفكرين بالفعل ان المباراه سهله، مش عارفين المدير الفني الكفء اللي برضه ما شاء الله في افريقيا اللي فات قدر يصعد بالمنتخب. اي نعم ما كانش الموريتاني، ولكن في النهايه بيعرف يعمل اداء. منتخب موريتانيا النهارده قدم اداء كبير جدا. موريتانيا النهارده قدم اداء يا جدعان يتقال عليه اللمسه الحلوه، اللمسه السريعه، تأمين دفاعي، 2 مدافعين مساكين مميزين، حارس مرمى من وجهة نظري أفضل لاعب في المباراة. منتخب الجزائر ما كانش عنده حلول كتيرة، هو نازل بالفعل تشكيل الأول في الشوط الأول لعيبة مميزة، لعيبة شباب، في حركة، في فكر، لكن هم لعبوا بنفس الخطة بتاعت منتخب المغرب. استغلوا الثغرات اللي موجودة في الخطة دايما اللي عملها قبل كده وليد الركراكي، وقدروا يلعبوها ونفذوها بإحكام شديد جدا جدا. خد بالك هم سابوا الاستحواذ لمنتخب الجزائر، ثم بعد ايه؟ وبعد كده بدأوا يلدعوا مرة في مرة هجمة مرتدة. ايه يا جدعان ده؟ احنا ولا كأني بتفرج على البرازيل. كلنا نطلع على الشيراتون علشان نعزي اخواتنا الجزائريين. تاني بطولة على التوالي يطلعوا من دور المجموعات، بيطلعوا من دور المجموعات. فين بقى منتخب الجزائر؟ حاضر وبقوه، وان شاء الله نفوز على منتخب موريتانيا. طلعتم تصريحات من الاعلام الجزائري علشان تعملوا بلبله وتتدخلوا داخل المعسكر موريتانيا وتعملوا هزه داخليه، ولكن ما قدرتوش. يمكن انتوا كذبتم وطلعتم قلتم ده منتخب موريتانيا معرفش مين سانده واداله فلوس علشان بيساعدهم وبيجوا في افريقيا، وهم اللي متكفلين بالسفر والفندق والطيران والاقامه. كذب علني، شغالين كذب. الله ينور، يخرب بيوتكم، ده انتوا طلعتم العب من مسلمه الجذاب. ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ مش مفاجأة. منتخب الجزائر لما خرج النهارده ما كانش مفاجأة بالنسبة لي، هي مش مفاجأة. هو انتوا تستحقوا اصلا الدخول، منعا دخول كاس افريقيا، مش ان انت اصلا هصعد ولا ما صعدش. موريتانيا زنبقت الجزائر، يا دي الفضيحة اللي بجلاجل، يا دي الحنجل ابو حناجل، القوة الضاربة راحت فين؟ ده زنبوق عجب، ده زنبوق. اللاعب بتاع موريتانيا نشوا حتة نشة في الخرم اللي في النص في الشبكة. احنا عارفين الشبكة فيها 3 اخرام، واحد شمال دي الزاوية الشمال، واحد يمين دي الزاوية اليمين، واحد في النص. المفتري شمط في النص. معلق المباراة من اول المباراة ملاحظ ان موريتانيا فيها هيجان كبير، المنتخب الموريتاني في حالة هيجان كبيرة اوي في الملعب، فعمال يقول سلاح المنتخب الجزائري الفتاك. متى سيخرج المنتخب الجزائري سلاحه؟ متى سيخرج سلاحه؟
الماتش خلص والمعلق لسه بيسأل متى سيخرج المنتخب الجزائري سلاحه. يا عمنا السلاح نام، مفيش سلاح. بس يا ابو زيد ده منتخب الجزائر كان قبل اللقاء بيقول هنكسب موريتانيا وهنعمل نتيجة عريضة عشان نعدي. معقولة مفيش حاجة، مفيش اي حاجة؟